السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني في قصص من قصص التاريخ. المرة اللي فاتت اتكلمنا لكم عن يوم غين أباغ. النهارده جاي أكلمكم عن يوم من أيام العرب، وأيام العرب فيها العجب، فيها التراب وفيها الذهب. حكايتنا تاخد منها عبرة تنفعك لبكرة، تحطها في الذكر وبرضه تنفعك لبكرة. أخبار العرب حكايات كتير، مش جبنة ولا فطير، حكايات كلها أمر خطير. استنوني في قصة جديدة وحكاية جديدة من قصة من التاريخ، لحظات وهرجع لكم تاني. بكر وتغلب بغوا على بعض جامد، والسفيه فيهم كان الضعيف، والأمر بيجي فوضى جامد. هم اختاروا واحد ملك من ملوك التابعة للفرس يحكم. قالوا لو حكمنا واحد مننا مش هينفع، مش هنسمع كلام. اختاروا واحد اسمه حجر ابن عمرو ابن معاوية، ولقبه آكل المرار. حجر ابن عمرو ابن معاوية، واللقب بتاعه اسمه آكل المرار. حجر ده كان ملك كندة، مملكة كندة. مملكة كندة دي كانت في وسط أرض الحجاز، في الوسط بدل أرض الحجاز عند نجد كده، في الوسط بالظبط. مملكة كبيرة تابعة للفرس. كان الجنب التاني الملوك التانية اللي ضدها اللي تابعة للفرس آل المنذر، اللي احنا اتكلمنا عنهم كتير، منذر ابن ماء السماء. بس احنا خلينا في الشق بتاع مملكة ايه؟ مملكة كندة. مملكة كندة دي الحجر في يوم من الايام حب يغير على قبائل تاني وعلى حتة تاني تبع المنذر. في واحد جنبيهم اسمه زياد ابن الهبولة. زياد دوا قال خلاص، ده الحجر وتغلب وبكر طلعوا ايه؟ غزوة. انا هلف من وراهم واعمل ايه؟ واخطف منهم السبايا واخد الستات واخد الفلوس. كان زمان العرب قبل الاسلام كان كده، عبارة عن دوة يغير على دوة، دوة يضرب ده، القوي ياكل الضعيف. ما كانش فيه نظام. الاسلام جه طبعا وهز باخلاق العرب، ولسه في حكاياتنا عن الاسلام هتلاقوا الشمس منوره قوي في الاسلام. المهم اول ما اغار عليهم زياد سمع حجر رجع لقي كل حاجه متاخده من المكان بتاعه، ولقي حتى مراته مخطوفه، ومرات واحد اسمه عوف ابن ملحم مخطوفه، والجمال والإبل وكل حاجة تبع العمر واحد اسمه عمرو ابن ربيعة متاخدة. قالوا احنا مش هنسيبه، يلا جهزوا نفسكم وامشوا ايه؟ وامشوا وراه. راحوا استقروا في حتة حوالين بير مية اسمه ايه؟ اسمه حفير. بير المية ده اسمه حفير عند مكان اسمه البدران. البدران ده قريب من عين أباغ، قريب منها يعني. وبسبب المكان ده سمى اليوم اللي احنا بنتكلم فيه اسمه يوم البدران، البردان، يوم البردان. يوم البردان ده حجر ابن عمرو آكل المرار راح وقال اقعد في المكان ده. عوف ابن ملحم وعمرو بن ربيعه قالوا لا، احنا ما نقدرش نستحمل اللي احنا نقعد هنا
وحاجتنا هناك، عوف مراته هناك وكانت حامل، وعم الإبل بتاعه كان كله هناك. راحوا على طول عند زياد ولحقوا بيه، قالوا له يا سيد فديان العرب اديني مراتي. عوف قال له كده، عطاله ايه؟ عطاله مراته وكانت حامل، سلم له مراته. عمرو بن ربيعه قال له يا سيد فديان العرب اديني الابل بتاعتي. طلع له الابل بتاعته، كان فيه منهم جمل عنيف وكان بيصارع. عمرو صارع الجمل وغلب الجمل، سيطر على الجمل. زياد قال له يا سلام انتم، يا سلام لو تقدروا تسارعوا زي ما بتسارعوا الابل كنتوا تبقوا اقوى ناس في الدنيا. قال له انت بتقول الكلمه دي؟ والله ما هسيبك ولازم تدفع ثمنها. المهم عمرو ابن ربيعه وعوف ابن ملحم رجعوا تاني لمين؟ لحجر آكل المرأة، وقالوا له ايه الحكايه. ما فهمش منهم حاجه، وفضل يفكر 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 يفكر. طب انا عاوز اعرف حكايته، عاوز اعرف مراته اتخطفت ازاي. مراته اسمها هند بنت ظالم. هند بنت ايه؟ بنت ظالم. هند كان بتكره حجر واتخطفت وفرحت خالص ان هي اتخطفت. حجر هو بيفكر قال خلاص ابعد واحد تاني. واحد طلع له اسمه سدوس ابن شيبان ابن زهل من بني بكر، وقال له انا هجيب لك ايه الخبر. راح عمل روحه ان هو جند من جنود زياد، وقعد في النار ومسك ايد اللي جنبه قال له انت مين قبل ما حد يعرفه يعني. المهم قعد وطمنوا له، كانوش يعرفوه ان هو من ضدهم يعني. وراح فضل ماشي 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 لغايه الخيمه اللي فيها زياد والخيمه اللي فيها مرات حجر اللي اسمها هند بن نزار. وسمع بيقولوا ايه. زياد كان قال لهند ايه رايك؟ انا القوي، انا اقوى من حجر. دلوقتي حجر انت فكرك هيعمل ايه؟ قالت له حجر يعمل ايه؟ ده حجر دوا اسد قوي، مش هيسيبك غير ما تروح اخر الدنيا عند الشام عند القصور الحمراء. قال انت بتقولي كده؟ قالت له ايوه انا بقول لك كده. حجر مفيش حد زيه، حجر مفيش حد زيه، اهرب يلا. المهم ضربها بالقلم وقال لها انت بتقولي كده عشان بتحبيه. قالت له والله انا ما بحبه، وكنت اكتر واحد بكرهه في الدنيا هو حجر. وانا احكي لك حكايه عشان اقول لك ان حجر غير الناس كلها. حجر كان بينام وعينيه مغمضه بس شايف كل حاجه. في يوم من الايام طلع على السرير بتاع السود. الاسود ده يا ولاد يعني الثعبان اسود، كانوا بيسموه كده العرب. العرب ليهم اسامي كتير في الحيوانات يعني. الاسد ممكن يبقى ليه 200 اسم. العرب اللغه بتاعتهم كبيره. الثعبان ده معدى عليه، اول ما عدى فوق راسه رفع راسه. التعبان عدى على ايده رفع ايديه. الثعبان عدى تحت رجليه رفع رجليه. حجر كل ده وهو نايم. التعبان عدى وراح عند الميه وشرب في الميه وبخ فيها سمه. صحى حجر، اول ما صحى قال لي انت شفت التعبان؟ قالت له انا ما شفتوش. قال لها انت كدابه، التعبان عدى كذا وكذا 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 وشرب من الميه. استغربت كيف كان نايم وكيف كان نايم وكيف عمل كده. المهم سدوس سمع الكلام ده وراح لحجر. حجر ابن عمرو اكل المرار، وهو بيحكي له على مراته بتعمل ايه. كان بياكل المرار من غير ما يحس. ايه هو المرار؟ المرار دوا شجره كانت بتنبت في الصحراء العربيه في شبه الجزيره العربيه، اي حيوان ياكلها يموت، ما بالك في الانسان. حجر بيجي ياكل المرار من غير ما يحس، ومن ذلك سموه اكل المرار. حكى له سدوس كل حاجه. حجر قرر ان هو يحارب، وقرر ان هو ياخد حقه من مين؟ من زياد. قرر، واول ما قرر استنوني
لحظات وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني اكمل لكم القصه بتاعت حجر اكل المرار. حجر اكل المرار ده كان جبار، كان قوي، دخل على زياد وكانت حرب بينهم، وهزم زيد. سدوس بن شيبان اللي كان بيسمع كلامه وهو وهند بنت ظالم خطف مين؟ خطف زياد. اول ما خطف زياد وهو راح اسير عنده، شاف مين؟ شافوا عمرو بن ربيعه. عمرو بن ربيعه اللي ايه؟ اللي قاوم ايه؟ اللي قاوم الجمل وغلب الجمل. المهم عمرو بن ربيعه قتل زياد. بعد سدوس قال له يا راجل ده دية ملوك. راح احتكموا عند حجر حكم عليه، حكم على العم بدية ملوك واعطاها لسدوس، وعطاها لسدوس. حجر مسك مراته وجاب اربع حصنة وربط ايدها في حصان وايد التانية في حصان ورجل في حصان ورجل في حصان، وخلى الحصنة الاربعة كل واحد يطير في اتجاه لغاية ما قطعها خالص. وبعض الناس بتقول ان هو ايه؟ ان هو اتحرق، ان هو حرقها، ان هو ايه؟ حرقها. انتوا فاكرين مرات عوف بن ملحم؟ عوف بن ملحم دي مراته كانت حامل وولدت بنت. البنت دي ابوها عوف كان عاوز يقتلها. عمرو بن ربيعه قال له لا، انا هاخدها عنده واتبناها ويمكن تخلف اناث، ومن ساعتها سموها ام اناث. بنت عوف دي اللي خدها عمرو بن ربيعه اتجوزت عمرو بن حجر ابن عمرو ابن اكل المرار. عمرو بن ربيعه جوزها عمرو بن حجر. وعمرو بن حجر دي ليه حكايه تانية. استنوني المره الجايه احكي لكم حكايه عمرو ابن حجر ابن عمرو ابن اكل المرار. لو عجبتكم القصه ما تنساش دعم، فعل الجرس، لايكات، واستنوا مني قصص كتيرة، قصص من التاريخ، قصص العرب، قصص ليها العجب. استنوني مرة الجاية. السلام عليكم.